بس مصر ام الدنيا، يعني عشان ما فيش حد بيقدر يختلف على الكلام ده ولا بيقدر يكون الموضوع ده. نحن كسوريين اكثر بلد نعرف نعيش فيه واللي هو شبهنا هو مصر. ليه السوريين حبوا مصر؟ لانه احنا تقريبا شبه بعض في كل حاجه، هي بس اختلاف التون بيننا وبينكم. يعني احنا عادات، تقاليد، عرف، اكثر مكان في العالم بيشبهنا. يعني فعشان كده نحن موجودين في مصر بقالنا حبه حلوين ومبسوطين فيها يعني. هاي أنا محمد الخالدي وأنا شيف من سوريا، وعندي نص سوري نص لبناني. بلف العالم وأنا بحاضر بالفود فلسفي الفود سايكولوجي، بطبخ في كل حتة في العالم. مقيم ما بين فرنسا ومصر. عندي مطعمي هو جوري موجود في باريس، وده عندنا فرع تاني في القاهرة. بنقدم المطبخ بتاعي أنا مدموج بالهوية بتاعتنا، الهوية السورية دايما بتلاقيها موجودة في كل حتة. بقالنا فترة نحن بنقدم ده في مصر علشان أنا بحس إنه ده أكتر مكان في العالم بيشبهنا. يلا ناكل، مش عارفين ناكل إيه، ناكل شاورما، فتة شاورما، حمص متبل، طوق. لا، هو الأكل بتاع كل وقت، فمطبخ متكامل. يعني أنت عايزة سلطات، عندنا سلطات كتير. عايزة مين كورس ومشويات، في باع كبير. انت عايزه بقى طبخ مسبك، لانه هي عباره عن مطبخ جيوغرافيك. يعني عندنا مطبخ ساحلي اللي هو جنب البحر، وده يشبه كتير مطبخ اسكندريه، وعندنا مطبخ جبل، وعندنا مطبخ القرى ومطبخ المدن. فده خلق بلد متوسط الاكل يلي يناسب جميع الاذواق. يعني اسهل طريقه اعرفك عليا انا مين واخليكي تحبيني ونتعرف على بعض وانا اطبخ لك. فالاكل هو اكتر نقطه جاذبه بين الشعوب، يلي تخليها تكسر الحيطه يلي ما بين شعب وشعب، ما بين لغه ولغه، ما بين لون ولون. نحن كسوريين أكتر بلد نعرف نعيش فيه واللي هو شبهنا هو مصر. بس ليه السوريين حبوا مصر أكتر من أي حاجة؟ لأنه إحنا تقريبا شبه بعض في كل حاجة، هي بس اختلاف التون بيننا وبينكم. يعني إحنا عادات، تقاليد، عرف، طريقة حياة، اجتماعيات، أوقات. يعني إحنا بنسهر في الليل، بتسهروا في الليل. السوري عارف يعيش هنا، عارف يعيش مع المصري، والمصري عارف يعيش مع السوري. مرتاحين جدا، حاسين دي بلدنا، حاسين ان احنا بين اهلنا ووسط اصحابنا. لما جم على مصر او انتشروا في العالم، هو اسرع بزنس يعمل ريتيرن انفستمنت وما فيهوش ريسك. يعني بالنسبه لهم هو الاكل. فهو كان فاكر انه شهرين ويرجع، 6 شهور ويرجع. احنا الحمد لله بقى لنا 14 سنه هنا. طبعا دايما بيسالوني ايه رايك في الاكل المصري. انا من بيج فان للاكل المصري. الاكل في البيوت مصنوع بحب. يعني الست لما بتعزمك على بيتها او نروح عند بيت اصدقائي، فبتلاقي الست عاملاه بحب، بتسبيك، بتحسي الشعور واصل لك. انا طبعا بحب المحشي جدا، بحب الرز المعمر، بحب الفطير من احدى الاختراعات المصريه. بحب كل حاجه بس تبقى معموله فاهمه بحب، متقدمه لي بحب. بس مصر ام الدنيا، يعني عشان ما فيش حد بيقدر يختلف على الكلام ده ولا بيقدر يكون الموضوع ده. مصر هي اللاعب الاكبر في المنطقه، وهي اهم بلد تقدر تحضن السلام ده. ولو ما كانش حصل السلام، يعني مش بصي، الناس بتشوف من بره حاجه واللي بيحصل هو حاجه تانية خالص. يعني مبروك طبعا لغزه وربنا يفرج عليهم، ومبروك لمصر. الحاجه اللي حصلت دي كبيره قوي بالنسبه لها وتاريخها. يعني هتشوفونا فين؟ على مطبخ الحبايب في تويتر. ايه